اليوم عندنا الطابق على الطريقة الجنوبية. الدخنة لا شوف الدخان صايرة هنا بالبيت. أول ما حضرنا المجمر، هاي استخدمنا الخشب هذا، وهاي طبعا هاي من الطين، مصنوعة من الطين الحر أو الطين الأحمر يسمونه، ومشبوش وياها تبن كرمون، ويسوونها على شكل دائرة. شوفها هسه راح يجون يفرشون السياحة هنوني. هسه راح تشوفون الشكل مالته. عجين هسه تشبش تشني طحين تمن، طحين تمن وطحين هذا المال الحصة، واثنيناتهم مالت حصة مو تمن حتى التمن. طبعا هذا يجرشونه ويجيبونه جاهز، راح يشبشونه ويسوون الخلط. اذا ما يحمى هذا ويصير يكون كلش حار مو طبيعي، نقدر نسويه. طبعا جماعتنا اهل الجنوب حتى المحافظات البقية يسوون، بس اكثر شيء بصرة ناصرية عمارة يشتغلون بهاي الشغلات. يحتاج كميات مال حطب كلش هواي، مثل ما قالت الوالدة، قالت يحتاج كلش حطب هواي. كانوا اهلهم قديما كله يسوون منها. هسه جا هذا الحديث كله اللي يسوونه كله من حديد او من ستيل او شي، وراح يضيفون للخلطة هسه ملح. طبعا يحتاج كمية مال حطب كلش هواي. شوف كمية الحطب اللي مجهزينها هنا. طبعا هذا مو كله راح نستخدمه. هم شنو جاي يسوون بهاي النار؟ هم طابق عافية. شنو جاي يسوون هنا هسه؟ طابق. شنو هذا طابق؟ طابوق. يصير ماي كلش؟ يصير ماي إيه؟ لازم حتى شني أصب على القالب. هسه راح أقلبه. هسه راح يمسحونه. هاي شنو هسه ذبينا؟ هسه شنو هي؟ هسه كملنا الطبقة فوق. هسه راح يسوونها باي، يشلوطونها مش يسوونها حتى تستوي. كمان هسه راح نجي نشيلها. طبعا ننظفها اول مرة. حار. شيل طبقة واحدة. ما شاء الله. بالله فري ناكل هسه الطرف. هسه كمل. راجع حليب دواب يطلع فيه. ايوه زين. طيب